الهدف سجله اسكو لكن يحسب لبنزيما، ما عمله بنزيما في المجهود الفردي. 4 مدافعين، خارقة، مهارة برازيلية، مهارة رونالدو البرازيلي. أن هناك لاعب برازيلي رابع هو بنزيما في هذه اللقطة. نواف رائع بنزيما، الهدف بكل تأكيد يحسب لبنزيما من خلال المهارة، كروس وأيضا إسكو، لأنه رونالدو هو من نفذ رمية التماس. شاهد المهارة الفردية، طبعا خطأ كبير من جودين لاعب الخبرة اللي جرى خلف سافيتش دون رؤية بنزيما عكس اتجاه المدافعين. طبعا المهارات التي نتحدث عنها ويشيد بها زيدان ويصر عليه زيدان أن يبقى بنزيما هو الأساسي وليس مراد. لو لاحظنا ال 45 دقيقة الأولى لبنزيما تقريبا لعب كأنه صنع ألعاب، هو دائما اللي يخرج إلى وسط الميدان لاستلام الكرة على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى، حتى جاء الهدف في الدقيقة 43 أو 44. توضح لنا قيمة اللاعبين رغم المحاصرة القوية من سافيتش، رغم المحاصرة القوية من لاعبين وسط الميدان. شوفوا العمل الكبير واللياقة البدنية، لأن باش تقوم بالعمل هذا فنيا وبدنيا في آخر الشوط الأول. واعتقد ان بنزيما كان من افضل اللاعبين. يقول بان المهام الاولى اللي كان بنزيما ليس التهديف، هو ان يساعد المهاجم بصوره عامه. المهاجم بصوره عامه هو الهاجس الاول والسبب الرئيسي الاول ليه انه يسجل اهداف. انما قام بدور مهم كبير، عمليه التحرك وفتح المساحات وتهيئ الاهداف وتسجيل الاهداف. قدم مباراه مثاليه، انما انا زي ما بقول الهاجس الاول والاخير لاي مهاجم انه يسجل فقط لا غير، وهو دي في الاونه الاخيره ينقصه فقط عمليه التسجيل، انما هو مفيد للمجموعه بتحركاته بمراوغاته فتح مساحات رؤيته لاعبين نص الملعب تفاهمه مع رونالدو، كل الحاجات دي مميز بها كريم بنزيما. ايضا صحيح اليوم انا اقول رجل المباراه قدم مباراه كبيره، لان صعبه المباراه كانت على فريق الريال في بدايه المباراه. يتحرك في كل مكان، يتحرك عنده الحريه المطلقه، اللاعب مقلق بالنسبه لاتلتيكو، يلعب وراء دائما لاعبين الارتكاز. هنا بنزيما صعب مراته يلعب في المباراه هذه، مباراة قوية فيها اندفاع فيها محاصرة. شاهدنا بنزيما دائما يخرج ويهرب على الأطراف لاستلام الكرة، لكن اليوم إيسكو واضح اللاعب هذايا في كل مباراته